لو عندك سرير جديد او سرير قديم ومحتاج تنجده، جبت لك اسهل واشيك طريق السرير ممكن تنجده بنفسك. كل اللي عليك يا كبير انك تجهز كوبايه الشاي كده معايا وتركز، ويلا بينا نشوف نجدنا السرير او الطريقه ازاي. هنجهز 9 قطع من الفايبر مقاسها 25 سم في 53، وده مقاس سرير 160 في طول 120 سم. المهم ايا كان مقاس السرير اللي عندك بتطبق عليه نفس الفكره دي بالظبط. 6 سم ودي قيمه القماش بعد التنجيد، وبعد كده بتاكد على ال9 قطع او المقاس بتاعي. الفايبر طبعا اللي انا شغال بيه هو فايبر 8 مللي. وبعد ما اتاكدنا من المقاسات هنيجي لمرحله التنجيد، ودي سهله جدا زي ما اللايك كده سهل كده انت شايف اهو تحتيك. طبعا سهل انت تدوس عليه طبعا لو عجبك لو عجبك الفيديو. احنا هنغري بالكله العاديه كده زي ما انتم شايفين. بنغري على الفايبر زي ما انتم شايفين كده، وبنحطه على الاسفنج. الاسفنج اللي احنا بنستخدمه ده اسفنج 3 سم او 2 سم كامل سوفت. ممكن تعمله 4 سم لو انت محتاج كده، بس انا مش محتاج تخانه زياده في القطعه. نيجي لمرحله القماش. القماش زي ما انتم شايفين كده طولي وعرضي، انا باخد على العرض، وبعد كده هبدا اقطع بالمقص بتاعي. هي القطعة عرضها 53 سنتي، بخلي القماش على 75 وده نص عرض القماش، والعرض بيجي معايا على حتتين زي ما انتم شايفين كده اهو. هنيجي لمرحلة التدبيس. تدبيس القماش ده وبيكون عن طريق الدباسة، سواء عندك دباسة هواء أو دباسة عادية، ماشي الحال يا كبير. المهم الموضوع سهل كده زي ما انت شايف. احنا بندبس جنب وبنشد على الجنب التاني بالدبوس زي ما انت شايف كده اهو. طبعا انا بشتغل بدباسة الهواء، فلو عندك دباسة عادية طبعا احنا اشتغلنا في فيديوهات كتيرة في تنجيد ركنة قديمة قبل كده. لو محتاج الركنة دي ومحتاج تطل عليها كده انا سيبها لك في اللينك تحت في الوصف. فالدباسه العاديه تغنيك عن الدباسه الهواء برضه اهو، شغاله معاك 100 فل و10 ان شاء الله. بتشد معاك كويس وتبدا تدبس. وفي الحته الزوايا زي ما انت شايف كده هنبدا نتني كده لجوه ونبدا ندبسها. الموضوع سهل جدا يا كبير اهو، وبكل بساطه وبكل سهوله زي ما انت شايف. هنيجي لاخر مرحله كده ونرص القطع بتوعنا. بنتاكد الاهم اهم في الموضوع ان القماشه بتاعتنا الناعم لتحت او الناعم لفوق. هو الافضل تخلي الناعم بتاعك لتحت. وزي ما انت شايف بص السنتر اللي احنا سيبناه، القطع كلها بعد ما رصيناها اتساوت على الطرف الشمال وعلى الطرف اليمين. فده قيمه السنت اللي احنا سيبناه في البدايه. زي ما انت شايف كده بنرص القطع بتاعتنا، وبعد كده بنجيب عود الاستانلس وبنلزق تحتيه شويه غيره كده يا حلوين يا كبير، وتبدا تسمر الشغل بتاعك. بالسمر المسمار يعني هو الافضل المسمار يكون هوا عشان خاطر ما يظهرش معاك في القماش. وطبعا لما تيجي تسمر المسمار بتاعك بتسمره على الطرف عشان خاطر برضو شغل الفينش بتاعك يكون فينش عالي زي ما انت شايف كده اهو. المسمار على الطرف بيبدا ينزل ما بيبقاش ملحوظ. وشويه الغيره الحلوين اللي احنا اتفقنا عليهم دول بيمسكوا معانا بيمسكوا معانا الخشب. بتتجل عشان خاطر القماش بيبقى فيه زياده، فبتتجل غيره عشان الغيره يمسك معاك في النص. ودي طبعا انا شغال عليها برضو مهمه، وتاخد بالك معايا عشان خاطر في حاجات كتيره مهمه لازم تاخد بالك منها. الطبعه دي ان انت بتشتغل عليها عشان خاطر الجيبه بتاعتك بتاع الاستانلس تكون واحد بالظبط زي ما انت شايف كده. باخد القطعه بتاعتي دي اللي انا شغال عليها ورا زي قدام زي في النص عشان خاطر كل قطعه تكون مظبوطه. وده البرواز باجي للسرير عشان خاطر هو السرير كده شكله كده، فانت ما تربطش نفسك بيه. احنا نفس الفكره دي تنفذها على نفس السرير اللي عندك بالظبط. كل الموضوع ان البرواز ده بيكمل السرير بتاعنا، يعني برواز على الشمال وواحد على اليمين بيكمل الشكل شكل السرير بتاعنا.
ودي النتيجة في الاخر، يا رب تكونوا استفدتوا منها وتطبقوا عليها نفس الفكرة. اشوفكم في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.